بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمود مدين، والنهاردة حلقتنا عن توقعات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز. لو حابين نشوف توقعات لدوريات تانية زي الدوري الإسباني أو الإيطالي قولوا لنا في التعليقات، وأكيد لو الحلقة عجبتك متنساش الاشتراك، اللايك وتفعيل الجرس علشان تدعمنا ونقدر نقدم لكم محتوى أحسن وأحسن. دعمكم بيفرق معانا جدا، وبدونكم مش هنقدر نكمل. يلا بينا نبدأ الحلقة، مستعدين؟ أولاً هنبدأ بالدوري الإنجليزي ونستعرض نتائج الجولة 12 وجدول ترتيب الدورة. مباريات الجولة كانت يوم السبت وتلعب 7 مباريات. المباراة الأولى كانت بين ليستر وتشيلسي، وانتهت بفوز تشيلسي ب2-0 مع إحساسي إن تشيلسي ماريسكا هيعمل حاجة السنة دي. المباراة الثانية بين بورنموث وبرايتون، ماذا برايتون يقدم العروض الفنية الرائعة ويفوز خارج الديار على بورنموث 2-0، والصراحة مدرب برايتون هورزلير ده مدرب مميز ولايق على الفريق. المباراة الثالثة بين أرسنال يعود إلى طريق الانتصارات من جديد من بوابة نوتنغهام فورست بقيادة عمنا وعم الناس النونو مختار سانتو بثلاثية نظيفة، وتنتهى مغامرة الأقرع البرتغالي. أما المباراة الرابعة بين أستون فيلا وكريستال بالاس، فحصل فيها كريستال بالاس على نقطة هامة من ملعب الفيلا بارك بالتعادل ب2 لكل فريق، مع إضاعة أستون فيلا الفوز وتضييع ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول عن طريق تيليمانز. ونكمل مع التعادلات، ولكن المرة دي تعادل سلبي بين إيفرتون وبرنتفورد. أما بقى مباراة فولهام وولفرهامبتون، فكلم فيها الولفز الاستفاقة بتاعتهم ويحققوا الفوز الثاني على التوالي ويكسبوا 4-1، ويا رب يكملوا على كده. أما بقى آخر مباراة في اليوم، والله ما عارف أقول عليها أي حكومة الجولة وكارثة الجولة ولا هي بالضبط، لا مع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد. تتقوم فراغ وتنهى، ما بنقرر الأقرع الفيلسوف جوارديولا 4 مرات في كارثة نزلت على دماغ ودماغ مجع السيتي، واستمرار للضحك الكروي المقدم من جوارديولا، والسيتي مناول الموسم وزيادة في آخر 5 مباريات. نيجي بقى على يوم الأحد. نبدأ اليوم بالمباراة التي اتلفت أعصابي، وهي مباراة ساوثهامبتون وليفربول، والتي انتهت بفوز بشق الأنفس 3-2 لليفربول. بس أنا عاوز أعرف حاجة يا عمنا، سلوت ليه بنلعب الشوط الأول وحش والشوط الثاني نتحول ل2 أو بنتحسن؟ يعني ما نبدأ المتاشات كلها زي ما بنبدأ الشوط الثاني كده. نستكلم الكرتون الأنمي الهزلي مع اليونايتد الذي تعادل أمام إبسويتش تاون 1-1 في أولى مباريات أموريم، وربنا يعينك يا ابني. انت ايه الجابك هنا يا عم؟ ما كنت في سبورتينج لشبونة، مكل زمانك مروق الدنيا. ايه الجابك للعت الكروي ده؟ ونختم مباريات الجولة يوم الاثنين بفوز مهم لوست هام يونيتد أمام نيوكاسل ب2-1. ورتب الدور الإنجليزي لموسم 2020-2021 حتى لأنه في المركز الأول ليفربول واخذ 30 نقطة، أقوى دفاع في البطولة حتى تل بعد 12 الجولة الثانية السيتي 23 نقطة، الثالث تشيلسي 33 نقطة، الرابع أرسنال 21 نقطة، الخامس برايتون 22 نقطة، السادس توتنهام 19 نقطة، السابع عمنون ومحتار سانتو نوتنغهام فورست 19 نقطة، الثامن أستون فيلا 19 نقطة.
التاسع فولهام تونتانيجن. نقطة العاشر نيوكاسل. 18 النقطة 11 برينتفورد. 18 نقطة 12 اليونايتد. 16 نقطة 13 بورنموث. 18 نقطة 14 ستهامس. نقطة 15 نقطة 16 ليستر. نقطة 17 الولفز. نقاط 18 بسويتش. نقاط 19 كريستال بالاس. النقاط الأخير ساوثهامبتون. نقاط ويستمر ليفر. ولي في الجلوس على قمة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط كاملة. أما فقرة التوقعات، توقعات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. نروح بقى لفقرة التوقعات واللي دايما بتكون مليانة إثارة. خلينا نشوف هتتفقوا معايا ولا لا. 1 برايتون ضد ساوثهامبتون. فوز برايتون بسهولة. برينتفورد ضد ليستر. تعادل. نيوكاسل ضد كريستال بالاس. فوز نيوكاسل. نوتنغهام ضد إبسويتش. تعادل. وولفرهامبتون ضد بورنموث. فوز للذئاب. أرسنال ضد وست هام. فوز صعب لأرسنال. تشيلسي ضد أستون فيلا. تعادل. مان يونايتد ضد إيفرتون. فوز اليونايتد. توتنهام ضد فولهام. تعادل. قمة الجولة ليفربول ضد مان سيتي. فوز ليفربول في مباراة صعبة بسبب أداء الشوط الأول المقلق. وهنا أعزائي المشاهدين تنتهى حلقتنا، مع تمنياتي لحضرتكم إنكم تكونوا اتبسطوا، ويا ريت تدهمونا وتشلركوا الفيديو. فيا ريت لو تنزل تعمل ليك واشتراك وشير للفيديو. دعمكم هو الشيء الوحيد المحرك لهذه القناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.